في صيف 2001 وفي سينما المطرية الشرطة بتدور في مخزن السينما بعد ما جالها بلاغ عن جريمة قتل بقالها 10 سنين، لا حد لقى القاتل ولا حد يعرف فين المقتول. وفي المخزن بيلاقوا بواقي هيكل عظمي لجثة مدفونة جوه حفرة. يا ترى ايه حكاية الجثة دي؟ في التسعينات بيسافر أشرف العراق يشتغل هناك في التجارة وبيتعرف هناك على ناجي، بقالهم هناك 8 سنين. وفي قعدة سهر بعد يوم شغل طويل ناجي بيعترف لأشرف: أنا قتلت علي صاحبي ودفنته في مخزن سينما المطرية. ولسوء حظ ناجي إن بعد السهرة دي بأسبوع واحد كان وقت أجازتهم السنوية، وبمجرد ما وصل أشرف على مصر راح على طول للقسم وبلغ عن ناجي. وقدام النيابة بيعترف ناجي بقتل علي موظف شباك التذاكر في سينما المطرية، وقال إنه كان شغال هو كمان في نفس السينما في أوضة تشغيل الأفلام، واتعرف هناك على علي، ويوم ورا يوم بقوا أصحاب قريبين قوي، بيقضوا أيام الشغل سوا وأيام الأجازات كمان. كان علي بيعزمه على الغدا عنده في البيت، ومن البيت بدأت تترسم أول خيوط الجريمة. في البيت اتعرف ناجي على ألفت مرات علي، غدوة في التانية بقى بيستنى يروح عشان يشوفها، لدرجة إنه في مرة عمل نفسه تعبان وما راحش الشغل وراح لها البيت. قال لها بحبك، قالت له وأنا كمان، لكن جوزي هعمل فيه إيه؟ قال لها أنا هتصرف. وفي ليلة شتاء والسينما مشطبة بعد حفلة 11 كان ناجي مبيت النية يخلص على علي. استدرجوا لأوضة الأفلام بحجة يشربوا كوبايتين شاي قبل ما يقفلوا ويروحوا، ولف من ورا ظهره وضربه بحديدة على راسه، وقع على الأرض ما حطش منطق. وقتها السينما ما كانش فيها غيرهم هما الاتنين وفرد أمن، فقدر يشيله وينزله المخزن بكل أريحية، ويحفر الحفرة ويدفنه ويغطي الحفرة وينظف أوضة الأفلام كمان اللي قتلوا فيها. وبعدها كلم ألفت مرات علي، قال لها الصبح تروحي القسم تعملي محضر بإن جوزك خرج من شغله ومرجعش واختفى. واستمر البحث عن علي أسبوع تاني التالت، ولا لاقيينه ولا لاقيين له أي أثر، وتتنسي القضية على كده، وناجي وألفت يكملوا في علاقة حرام لمدة 2 سنين. بعدها ناجي يسافر العراق يشتغل، وبعد 8 سنين يقضيهم هناك ربنا يسلط عليه نفسه ويقع بلسانه فيتفضح سره بعد كل السنين دي كانت جريمة مش سيمة، حكاية لجريمة حقيقية من دفتر جنايات المحكمة.